هو مش احنا المفروض متفقين ان احنا هننزل بدري؟ ايه اللي خلاك تتاخر؟ انا بكلمك على فكره. هو أنا سامعك. المشهد ده أكيد كلنا مرينا بيه، وده بيعرفنا ليه الذكاء الاجتماعي هو حاجة مهمة جدا في حياتنا. الذكاء الاجتماعي الذكاء الاجتماعي. طب يعني إيه الذكاء الاجتماعي؟ الذكاء الاجتماعي هو إنك تفهم الناس وتفهم نفسك معاهم، هو اللي بيخلي كلامك يتسمع ورأيك يتحس ووجودك يفرق مع غيرك، هو القدرة إنك تتعامل مع غيرك بوعي وتعرف إزاي أنت بتأثر فيه وهو بيأثر فيك. أنت مش محتاج خالص تكون اجتماعي، أنت بس محتاج تكون فاهم أهمية الذكاء الاجتماعي. طب ليه وإيه فايدته؟ أول حاجة هو بيخليك محبوب وبيخليك مؤثر وبيفيدك في الشغل والعلاقات وبيقلل خلافاتك مع غيرك. ممكن حد يجي يقول لي انا مش عايز ده كله وشيل لي كلمه الذكاء وحط لي كلمه الرهاب الاجتماعي واقفل على نفسي في البيت وما اتعاملش مع حد. اقول لك لا، انت مضطر في اي لحظه من حياتك انك تتعامل مع غيرك، فلازم تعرف تتعامل معاه ازاي، ودي مهاره مهمه جدا في حياتك. لان باختصار الذكاء الاجتماعي بيساوي الطريق السريع لاي علاقه ناجحه. هديك شويه امثله بسيطه تعرفك ليه الذكاء الاجتماعي مهم. يعني لو حد دخل عليك وقال لك تمام، هو بيقولها وهو متضايق، بس هو اكيد مش تمام. ولو أنت دخلت مكان ولقيت شخص داخل عليك وهو متضايق، أنت واجب عليك إنك تهدى وتعامله بلطف وتلطف الجو. ولو رُحت الشغل ولقيت الناس اللي في الشغل هناك كلّهم مختلفين، أنت من واجبك إنك تتعامل مع كل واحد على انفراد وتشوفهم مختلفين في إيه، في الموضوع ده. طب أنت فاهمني؟ أكيد لأ، علشان كده إحنا عاملين السلسلة دي. في كل فيديو من فيديوهات السلسلة دي هادّيك مهارة صغيرة تطبّقها في حياتك لغاية ما تشوف الفيديو اللي بعد ده. مهارة الفيديو ده هو إنك لمّا تيجي تتكلم مع حد أو أكتر من حد، اسكت 3 ثواني، افهم الموقف، ضبّط التواصل البصري، ضبّط التواصل الجسدي، وبعد كده ابدأ اتكلم. وده هيساعدك إنك تكسب احترام الناس وثقتهم فيك. وأخيرًا الفيديو الجاي هنتعلم مهارة من مهارات الذكاء الاجتماعي، وهي إنك تقرأ الناس. تابع معانا.